أيها الإخوة، أيها الأحبة، ألتقي بحضراتكم بعد طول غياب بسبب المرض، عافاكم الله من كل سوء ومكروه، وأشكر كل من سأل عني ليطمئن عن صحتي، وأتوجه بجزيل الشكر لكل من دعا لي بالشفاء والسلامة. سلمكم الله جميعا وأبعد عنكم كل سوء ومكروه. الحقيقة أنه الأمة تعيش الآن أيام عظيمة جدا وأوقات حاسمة، وحقيقة لقد بدأت الأمور العظام تتوالى. الشيخ أحمد الجوهري بعد طول غياب طويل جدا بيرجع تاني وبيبشر الناس ببشرى قوية جدا جدا، ويتحدث عن ما سيحدث في الشرق الأوسط الجديد، وفيديو خطير جدا جدا. هخلي بينك وبين فضيلة الشيخ، لكن قبل ما نبدأ أتمنى أن نزين تعليقات بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان لا ننسى أن ندعو لإخواننا في أرض العزة وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان أن ربنا يعجل بفرجه إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا مباشرة نلتقي بفضيلة الشيخ أحمد الجوهري. أيها الإخوة، أيها الأحبة، ألتقي بحضراتكم بعد طول غياب بسبب المرض، عافاكم الله من كل سوء ومكروه، وأشكر كل من سأل عني ليطمئن عن صحتي، وأتوجه بجزيل الشكر لكل من دعا لي بالشفاء والسلامة. سلمكم الله جميعا وأبعد عنكم كل سوء ومكروه. الحقيقة أنه الأمة تعيش الآن أيام عظيمة جدا وأوقات حاسمة، وحقيقة لقد بدأت الأمور العظام تتوالى. لا إله إلا الله ممنوع، هذا الشرق الأوسط الجديد، وهذه الكعبة اللي هي يعني شيء رمزي وعظيم جدا عند المسلمين مش حيتم تفجيرها وتدميرها، يعني لأنه لو اتدمرت وضربت بصاروخ وتفجرت حتبقى عظيمة في قلوب المسلمين ويعاد بنائها. لا، حيتم إسقاط الكعبة من خلال أنه تصبح لا قدسية لها، يعني نعملها مرقص، نعملها نادي، نعمل عندها أغاني موسيقية وعاريات وكاسيات فتسقط، وهذا حاشا لله، لن يكون أبدا. الشرق الأوسط الجديد هو عبارة عن تغيير الدين، إنك تنخلع من دينك، تنخلع من جلدك الإيماني الإسلامي، ويبدأ هذا بالتدريج. على أي حال هذا المخطط لن ينجح، وإحنا عندنا يعني مش نبوءات، إحنا عندنا أخبار صادقة. إذا كان نتنياهو وجماعته عندهم نصوص مزورة، إحنا لا، ما عندناش نصوص مزورة. يعني أنا أحمد عبد الكريم ممكن أكذب عيني، أكذب ما تراه عيناي، وأصدق ما قاله الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال بأنه هذول الناس اللي هم الصهاينة اللي في القدس اللي في فلسطين سيرتد كيدهم عليهم، وحدد لنا سبحانه وتعالى الجهة التي ستهلك هؤلاء الناس. يعني احنا لما بنشوف سقوط لبعض المناطق العربية والجغرافيا العربية والقوة العربية، هذا يحزننا حقيقة. يعني أنا حزين جدا لما يحدث في سوريا، لكن عزائي الوحيد في هذا المجال أن الله أخبرنا سبحانه وتعالى بأن القوة التي ستدمر هؤلاء الملاعين هي من المشرق، هي من بلاد الآشور، من بلاد آشور. الناس اللي دخلوا على الصهاينة أول مرة في زمن نبوخذ نصر هم الناس نفسهم اللي الله عز وجل قال: فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخيرة للهلاك، ليسوءوا وجوهكم. جعل الفاعل نكرة لأنه ضمير متصل، لأن هؤلاء الناس هم من سيدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هناك أشياء بنيت بنيان عالي وشامخ وعبارة عن قوة يعني دفاعية وهجومية قوية جدا للصهاينة سيتم تدميرها، هكذا الله عز وجل يقول. وهذه القوى لا يدمرها لا سيف ولا رمح، ما بتدمر لا بالسيف ولا بالرمح. هذه الأشياء المبنية الآن ما بدمرها إلا الصواريخ. لذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي شاهدناه بأم أعيننا، كيف من اليمن يرمى الصهاينة، ومن إيران يرمى الصهاينة، ومن العراق يرمى الصهاينة. هذه المناطق هذه الله عز وجل أكرمهم بهذا الأمر بهذه القوة. فبقي القرار بيد هؤلاء الناس. الله عز وجل أعطاهم، وأظن أو لا أظن بل أعتقد جازما بأنهم سيفعلوا هذا الفعل العظيم، سيفعلوا هذا الفعل الكبير، وستدمر هذه المنظومة الظالمة، منظومة السامري، منظومة سمسوم، منظومة العم سام، عمهم وليس يعني عم المؤمنين، العم سام عمهم الآن، الذي اتخذ من بلاد العم سام الغربية
الرديفة لأوروبا، اتخذها معقلا للظلم، اتخذها معقلا للمجازر، اتخذها معقلا لقهر الناس، لقهر العباد. سمسوم الظالم الذي قتل عبر آلاف السنين، قتل ملايين البشر، متعطش للدماء دائما، متعطش للدماء. هذا الرجل سمسوم اللعين، سمسوم المسيح الدجال، الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم بأننا في آخر الزمان سنقهره، وسيخرج على الناس من غضبة يغضبها، يخرج لأنه غضب، يخرج لأنه قد أهين، قد أذل. هذه الأداة التي بيده الآن سيذلها الله عز وجل. أمريكا هذه الظالمة المتجبرة المنافقة التي تكيل ليس بمكيالين، بمئات المكاييل. هذه الحضارة النتنة العفنة التي نشجب فيها مواخير القيادة، القادة الساسة في أوروبا وفي أمريكا. شعوب طيبة، يوجد شعوب طيبة، ولكن دائما السامري يتحكم في النخب، والنخب هي التي توجه الشعوب، توجه أكثر الشعوب. رأينا وزيرة خارجية ألمانيا لا بارك الله فيها ولا عليها ولا في أخلاقها الذميمة عندما قالت: نحن لا نخجل من قتل المدنيين، نحن لا نخجل من قتل المدنيين. أي حضارة هذه؟ أي نفسيات مريضة عفنة هذه؟ سيذلهم الله عز وجل. رأينا أمريكا قد أذلها قبلنا شعوب أقل إيمانا منا. لقد أذل الفيتناميون، أذلوا أمريكا، أذلوها ومرغوا أنفها في التراب. أذل الأفغان أمريكا، الصومال أذلت أمريكا. فلذلك يعني ليس قدرا مقدورا، وليس قوة عظمى فوق الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نتكلم هذا فقط بالدعاء، لقد ملككم الله يا محور المقاومة، الله ملككم قوة، ألا وهي قوة الرمي، ألا وهي قوة الرمي. فتوكلوا على الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو لا تنسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي، أنا رفيق لولح. اللي بيشوفني لأول مرة أشرف باشتراكك في القناة، ويعني أتمنى نزين التعليقات بالصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا يا رب العالمين. كلام مهم جدا وبشرى عظيمة جدا من فضيلة الشيخ أحمد الجوهري، أسأل الله أن يشفيه وأن يتم شفاءه على خير. إنه يعني الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ دينه وكتابه وسنة رسوله، مع المطلوب مننا بس إن احنا ناخد بالأسباب، ويعني نقدم كما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. ولكن هناك نصر قادم وفتح قريب، لكن محتاج من أن تكون الأمة صفا واحدة ويدا واحدة، وبإذن الله تبارك وتعالى سيكتب الله تبارك وتعالى لنا النصر بعد أن نأخذ بالأسباب ونحقق الشروط المطلوبة منا. وفي النهاية هي دي كل الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.